اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، ولو انت اول مره تشوفني عايزك تتفرج على الفيديو للاخر وتعمل لي لايك لو الفيديو عجبك عشان ده بيحمسني انزل فيديوهات اكتر. ولو حابب تشوفني على طول ما تنساش تضغط اشتراك وتفعل بس الجرس عشان لما انزل فيديو يوصلك شعار ان نزلت فيديو. وبس كده من غير كلام كتير، مشاهدة ممتعة. بيبتدي الفيلم بتاعنا بطفلين اخوات بيلعبوا مع بعض وبيكونوا بيتسابقوا على مين فيهم هيوصل لقمة الجبل الأول. فبيشوفهم اتنين جيرانهم وبيقولوا لهم ينزلوا علشان ما يحصلهمش حاجة، بس الاتنين دول مش بيهتموا. وبنشوف أبوهم اللي حالته صعبة جدا بعد ما رجع من الحرب وهو عند المقابر اللي مدفون فيها أصحابه، وبيكون بيشرب في كحوليات وبيشوف جيري ودوس وهما بيتخانقوا مع بعض بس مش بيدي اهتمام، لحد ما بيقوم دوس ويخبط أخوه بحجر كبير وبيصيبه. فبتنهار أمهم وبيعرفوا يعالجوا جيري، ودوس ما بيكونش مصدق اللي هو عمله. وبالليل بيسمع صوت أمهم اللي على طول أبوهم بيفضل يضربها وبيكونوا زعلانين عليها علشان ما بتتكلمش. ودوس بيبقى في الكنيسة بعمل تطوع منه كده وبيسمع صوت صرخات جاية من بره، ولما بيروح بيشوف واحد رجله بتنزف، فعلى طول بيسحب الحزام بتاعه وبيحاول يوقف النزيف لحد ما يروح المستشفى. وهناك الطبيب بيشكره وبيقول له انا ناقص الشخص ده من الموت دلوقتي. وفي لحظة بيحس دوس ان ده مكانه مع انه كان اول مرة يخش يشوف المستشفى دي. وهو بيتأمل المكان بيشوف واحدة جميلة جدا بتكون ممرضة، واللي بيروح ناحيتها من كتر ما هي جميلة فبتفتكره انه هنا علشان يتبرع بالدم، وبتجهزه علشان يتبرع. وبيكلمها بيقول لها ان اول مره في حياته يتبرع بدم، ومن كلامه بتحس الدكتور بشيء غريب اتجاه دوس، واللي طبعا بيحكي دوس لعيلته على انه شاف بنت جميله وانه عايز يتجوزها. فكل العيله بتضحك عليه، خصوصا ان دوس خجول وما يتوقعش منه انه يكلم بنت غريبه. وفي تاني يوم بيتشيك دوس وبيروح المستشفى علشان يقابل البنت دي اللي اسمها جين، واللي لما بتشوفه بتقول له ما ينفعش يتبرع بالدم مرتين ورا بعض. فبيقول لها دوس انه جاي علشان يقابلها، وبيقول لها ان اجمل بنت شافتها عينه، وبيطلب منها انهم يتقابلوا. وجين طبعا بتتبسط من كلام دوس وبيتقابلوا الاتنين وبيخرجوا سوا، وبيوريها الجبل اللي كان بيتسلقه هو واخوه جيري. وفي مره وهو دوس بيوصل جين للمستشفى بيقول لها على انه قرر انه يتطوع للجيش، وانه مش متقبل فكره انه يبقى قاعد وسط ما الجيش بتاعه بيحارب علشانه، والكلام اللي بيضايق جين وبتسيبه وهي زعلانه. بس بيقول لها دوس انه بيحبها وقرر انه يتجوزها في اول اجازه هياخدها من رحلته دي. فبتفرح جين جدا وبتسيبه وبتخش شغلها. وبيروح دوس يكلم ابوه وبيقول له انه اتطوع للجيش، وده الكلام اللي بيضايق ابوه، وبيقول له انه يبص قدامه وان كل دول صحابه اللي ماتوا في الحرب. بس دوس بيكون مصمم وبيرص له نفس الكلام اللي قاله لجين. وقبل ما بيمشي جين بتدي كتاب المقدس بتاعها لدوس علشان ينور له طريقه. وفي المعسكر بيخش دوس وبيسلم على زمايله وبيتعرف عليهم. فبيخش رئيس الوحده جاك اللي بيكون صارم جدا بطريقته وبيفضل يزعق للجنود، فبيضحك دوس على طريقه معاملته ليهم. فبيروح عند جاك وبيزعق ليه وبيقول له انه شخص ضعيف جدا وانه محتاج يقوى لانهم داخلين حرب مع اليابان واللي جنودها بيبقوا منتحرين. فبيخرج علشان يعملوا التدريبات اللي بتبقى صعبه جدا واللي بيكون دوس متقدم فيها، بس جون بيديله ركله كده بتخليه يقع. بس بيعرف دوس انه يتقدم برضه وبيكسب السباق ده. فبيقف في طابور قدام جاك واللي بيقول لهم انه الجيش امر بان كل واحد فيهم هياخد بندقيه واللي من النهارده هتكون جزء من حياته. فكل الجنود بتتقدم وبتاخد لها بندقية إلا واحد بس وهو دوس. لما بيسأل جاك على السبب بيقول له دوس على إنه تقدم للجيش علشان يبقى ممرض ومش هيضطر إنه يمسك بندقية ويحارب بيها. فبيضايق عليه جاك بيستغرب من كلامه وبيوديه لرئيس القادة سام، واللي بيقول له دوس نفس اللي قاله لجاك. بس سام بيقول له إن دي الحرب وإنه لازم يبقى معاه سلاح أو إن الحرب معتمدة على القتل واللي مفيش حد هيثق فيه بحمايته. بس دوس بيثبت على موقفه. فبيحكي الرئيس جاك قصة دوس قدام زمايله وبيقول لهم إن دوس مش راضي يمسك سلاح ويقتل بيه العدو. وفي المعسكر بيجي جون وبياخد كتاب دوس وبيضرب دوس وبيقول له انه يرد الضربه تاني الا لو هو جبان بقى. وبالصدفه جون بيلاقي صوره جين في الكتاب، فبيطلب دوس من جون انه يديله الكتاب والصوره تاني بالاحترام، فبيديهم له جون. وبيطلب سام من الرئيس بتاعه انه يخرج دوس من المعسكر وبيحكي له القصه بتاعته، بس رئيسه مش بيرضى وبيقول له انه كده بيخالف القانون. فبيروح سام لجاك وبيقول له انه يتصرف هو ويعمل اي حاجه عشان يخليه يخرج هو من نفسه. فبيروح جاك عليهم ويقول لهم انهم هيعملوا تدريبات قاسيه جدا وده بسبب دوس. وبالليل بيمسكوا جنود دوس وبيضربوه علقه موت بسبب اللي بيحصل فيهم بسببه. فبيخش جاك وبيتفاجئ على اللي حصل لدوس وبيقول له انه يتسحب من الخدمه افضل ليه. فبيقول له دوس انه كده بيخليه يتنازل عن حمايه بلده في اصعب ظروفها. فبيطلب منه انه يقول له على الاشخاص اللي ضربوه، بس دوس بيقول له انه مفيش حد ضربه وانه اتخبط وهو نايم. ووقت الاجازات الضابط بيمنع دوس انه ياخد الاجازه بتاعته، وده بسبب انه مرضيش يمسك البندقيه بتاعته وخالف اوامر القائد
بتاعه، وانه هيستنى في الحبس الانفرادي لحد ما يتعرض على المحكمة. فبيدخله الضابط سام وبيقول له انه يمسك البندقية ويتفادى حبسه او يخرج من الخدمة العسكرية دي، بس دوس مش بيرضى وبيقول له لو عمل كده هيبقى معناه انه بيخلف بوعده وبالمبادئ بتاعته، وبيقول له ان الكتاب المقدس ما قالش انهم يقتلوا بعضهم. فبيخرج سام وبيجيب له جين على امل انها ترجعه في قراره. فبيفرح دوس انه شافها بس مش بيرضى بكلامها وبيثبت على موقفه، وبتحكي جين الكلام ده لابو دوس وامه، واللي ابوه بيلبس اللبس العسكري بتاعه، واللي بياخد الرساله اللي من القائد بتاعه اللي كان في الحرب ساعتها، وبياخد منه قرار بالسماح لدوس بانه يخش الحرب من غير سلاح. وفي المحكمه بيشرح دوس موقفه وبيقول لهم انه عايز يدافع عن بلده وبيحبها بس من غير دم، وانه عنده طاقه انه يعمل كل حاجه الا وشيله للسلاح. فبيقرر القاضي بانه يسجن دوس، بس قبل ما يحكم بيخش ابوه للقاضي وبيسيب له الرساله بتاعته واللي بيقراها ساعتها، وبيحكم لدوس بانه مسموح له انه يخش الحرب من غير سلاح. ساعتها دوس بيفرح جدا وما بيكونش مصدق. وبعد كده بتيجي ساعة الحرب، واللي بيروح دوس هو والجنود وبيقابلوا كتايب راجعة، واللي بيكون معظمهم متشوه وميت. وبيقابل دوس المسعفين اللي جايين من الحرب وبيقول لهم انهم هيكونوا معاه، وبيحكي لهم على قد ايه الحرب دي عاملة زي الجحيم، وان اليابانيين دول ناس متوحشة. وبعد كده بيوصلوا عند الجبل، واللي بيتسلقوا من الجبل، ومن هنا بيعرفوا انه جه وقت الجد، واللي اول ما بيخشوا المعركة عدد كبير جدا منهم بيموت من اليابانيين، واللي كانوا بيتهجموا عليهم بطريقة مرعبة، واللي كان منهم اللي رجله بتتقطع ودماغه في ذمة الله. بس وسط كل ده كان دوس بيخش ما بينهم وبيحمي زمايله، وبتدور معركة متوحشة ما بينهم وما بين اليابانيين. وفي آخر اليوم بيقدروا انهم يخلصوا على الصف الأول من اليابانيين، وبيجي يتكلم معاهم الرئيس جاك وبيقول لهم انهم هيعملوا معسكرات هنا، بس تخليكم صاحيين علشان احتمال اليابانيين يجوا تاني بجيش علشان يسيطروا على المكان ده. وبالليل كل الجنود بتبقى بترتاح ودوس بيكون بيعارك في زمايله، وبيجي جون بيشكر دوس وبيقول له انه غلط في حقه وانه اشجع جندي في معسكرهم، وبيقول له يحكي له على السبب الحقيقي على عدم مسكه للسلاح. فبيحكي له دوس على قصة ابوه واللي كان على طول سكران بعد ما رجع من الحرب بسبب اصحابه اللي كلهم ماتوا، وانه كان على طول بيضرب امه لحد ما كان هيجي في مره وهيموته، ومن يوميها هو خد وعد ان عمره ما يمسك سلاح ابدا قدام ربنا. وفي شروق الشمس بيهجم اليابانيين تاني على الجيش الامريكي وهو مش في حاله استعداد، واللي بيقدر انه يخلص على عدد كبير جدا منهم. بس دوس كان قادر انه يساعد المصابين وبيديهم المسكنات وبيشيلهم وبيرجعهم تاني، بس بيتصدم لما بيلاقي جون اتصاب وبيموت ساعتها ومش بيكون عارف يعمل ايه، وهل هو يرجع ويسيب زمايله المصابين ولا ينزل وخلاص. وبيطلب إشارة من ربنا لحد ما بيسمع صوت بيطلب المساعدة من جوه، وتحت بيسيب الضابط جام جنديين وبيروح للرئيس بتاعه وبيقول لهم انهم خسروا من الحرب. وبدوس في الناحية التانية بيكون بيساعد المصابين وبيربطهم في الحبل وبينزلهم، والجنديين بيشوفوا الجنود دي وبياخدهم علشان يساعدوهم. وبيطلب سام من القائد بتاعه انه يبعت كتيبة تانية تساعد الجزء الكبير اللي مصاب فوق، بس مش بيرضى القائد وبيقول له انه مفيش حد هيرضى انه يضحي بنفسه علشان ينقذهم، وهم اصلا احتمال يكونوا ماتوا دلوقتي. بس في الناحية التانية بيكون دوس عمال ينزل في المصابين، وبيفهموا الضباط ان في شخص لسه فوق بيساعدهم، وبيروح دوس بيساعد مصاب بس بيلاقي ان الجنود اليابان بيموتوا اللي لسه صاحيين. فبيقوم دوس دافن وش زميله وجايب جثة زميله اللي مات فوقيه، وبيبعد الجنود دي وبيساعد دوس زميله تاني. وبالليل بيكون دوس مش قادر من التعب، وكل يوم على كده لحد ما بيشوف دوس الرئيس جاك واللي بيكون مصاب هو وكمان زميل، واللي بيكون زميله اصابته كبيرة وبيضطر انه يساعده الاول، وبيوعد الرئيس جاك انه هيجيله. وفي الناحية التانية بيشوف سامي من العدد الكبير من المصابين ومبيكونش عارف سبب مجيئهم او مين اللي بيساعدهم، فبيقول له واحد من المصابين دول ان دوس هو اللي عمال يساعدهم كلهم. وبيروح دوس تاني للرئيس جاك وبيطلب منه انه ينام على قطعة القماش دي وهيسحبوا البندقية، بس بيسمعوا واحد من الجنود الياباني وبيهاجموا دوس، وبيفضل الرئيس جاك يضرب نار عليهم، وبيقوم دوس رابط الرئيس ورميه وبينزل بصعوبة. فبيقوم الرئيس جاك قايل لهم ان دوس لوحده فوق، وبيتفاجئوا بان دوس نازل ومعاه زميل كمان. ولما بيحاولوا اليابان انهم يقتلوا دوس بيضربوا عليهم وبيعرفوا يخلصوا عليهم كلهم، وبينزل دوس وبيستقبلوا كل الجيش كبطل. وبنعرف ان دوس دخل الحرب تاني مع زمايله وعرف يكسب الحرب، وبياخد لقب الشجاعة والجندي اللي ساعد زمايله وبلده في أصعب الظروف. وده كان نهاية فيلمنا. ما تنسوش تعملوا اللايك والكومنت الجميل، ولو عايز فيلم معين اكتب لي كومنت باسم الفيلم وانا في أقرب وقت هنزله الملخص بتاعه. وما تنساش تتابعني على الانستجرام هتلاقيني أكتر هناك وبرد على الكل. وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة أنزلها على القناة.
kind of bird.